دكتور مصطفى محمود مصطفى كمال محمود حسين اتولد سنة 1921 في شبين الكوم. من صغره وهو مختلف، بيحب العزلة والهدوء وبيقعد بالساعات يقرأ ويتأمل. كان غريب بالنسبة للناس بس كان شايف العالم بنظرة أعمق. دخل طب القاهرة وتخصص في المخ والأعصاب، بس بعد ما اتخرج حس إن في حاجة ناقصة. الطب ما كانش بيجاوب على أسئلته الوجودية، فبدأ رحلة تانية وهي رحلة البحث عن الحقيقة. أول ما بدأ يكتب كان عنده ميول فكرية تميل للشك، وده اللي ظهر بوضوح في كتابه الله والإنسان سنة 1951. الكتاب ده عمل دوشة كبيرة جدا واتهموه بالإلحاد رسمية، والكتاب اتمنع وبعدها اتحقق معاه من الأزهر ومن جهات أمنية. بس هو ما كانش ملحد بالمعنى اللي الناس فهمته، هو كان بيبحث عن ربنا بالعقل وبيشك عشان يوصل مش عشان ينكر. زي ما قال بعدها في كتابه رحلتي من الشك للإيمان: أنا لم أكن ملحدا، كنت فقط تائها بدور على إجابة لكل سؤال بيلح عليا. التحقيقات وقتها خلته يعيد ترتيب أفكاره، وده كان بداية مرحلة جديدة في حياته. وبرنامج العلم والإيمان ما كانش مجرد حلقات وثائقية، ده كان مشروع فكري كان بيشرح الظواهر العلمية ويدمجها مع فكرة وجود خالق حكيم. الناس حبوا البرنامج لأنه بسيط مفهوم بيخاطب العقل من غير ما يتعالى على المشاهد. ناس من التيار الديني المتشدد قالوا إنه بيبسط الدين زيادة عن اللزوم، وناس من التيار العلمي اتهموه إنه بيخلط بين العلم والدين وده ضد المنهج العلمي. وفي مرة البرنامج اتوقف بشكل مفاجئ وقالوا إن السبب أوامر عليا. آراء الناس دايما كانت مختلفة فيه. المؤيدين كانوا شايفين إنه مفكر نادر وعرف يخلى العلم يقرب الناس من ربنا مش يبعده، وقالوا إن كتاباته أنقذت ناس كتيرة من الإلحاد والضياع. والمعارضين من ناحية تانية وبالذات رجال الدين كانوا شايفين إنه مش شيخ وإنه بيتكلم في الدين من غير تخصص. وعلمانيين كانوا بيشوفوا إنه طريقته بترجعنا لورا لأنهم عايزين الدين ينفصل عن العلم. وناس تانية شافته متناقض خصوصا بعد انتقاله من الشك لليقين. بس رغم كل ده محدش قدر يتجاهله، سواء اختلفوا أو اتفقوا معاه هيفضلوا دايما واقفين قدام فكره ويسألوا. مصطفى محمود كتب أكتر من 80 كتاب غطى فيهم كل حاجة من أول الموت لحد الأكوان المتوازية، وكان بيكتب بأسلوب يخليك تفكر حتى لو ما اقتنعتش. مصطفى محمود أسس جمعية باسم مصطفى محمود اللي فيها مستشفى ومسجد ومركز فلكي، وده كان جزء من فلسفته إن الإنسان ما يبقاش مفكر وبس، لازم يعمل خير على الأرض. في آخر أيامه بعد ما البرنامج اتوقف والضوء اختفى عاش لوحده تقريبا. ناس كتيرة بعدت عنه والدولة ما قدرتوش بالشكل اللي يستحقه. اتوفى سنة 2009 واللي ناس كتيرة ما عرفتش انه مات الا بعدها بكذا يوم. مصطفى محمود ما كانش شيخ ولا عالم دين تقليدي، لكنه كان باحث عن الحقيقة، سابنا بتراث فكري عميق واسلوب فريد في طرح الأسئلة. مصطفى محمود مدرسة مش إجابة نهائية، وده اللي بيخلينا نفتكره لحد النهاردة. لو عايز تعرف ربنا بالعقل اقرأ مصطفى محمود. أنا وليد صفوت وده برنامج كيمتاوي.